أهلا بيكم في الحلقة الأولى من ميت ذا جورو. ميت ذا جورو عبارة عن مجموعة حلقات هنتكلم فيها مع ضيوفنا عن موضوعات ليها علاقة بالعمارة وبالإنتيريور ديزاين. وموضوع النهاردة اللي احنا اخترناه يكون أول موضوع موجود معانا هيكون عن عنصر أو فراغ موجود في كل بيوتنا، يعتبر من أكتر الفراغات اللي احنا بنستخدمها على مدار اليوم بعد الليفينج روم. هنتكلم النهاردة عن تصميم المطابخ. فخلونا دلوقتي نرحب بالمهندسة المعمارية والإنتيريور ديزاينر منى مجدي عشان نتكلم معاها أكتر عن تصميم المطابخ وإزاي نقدر نحقق أقصى استفادة ممكنة من المطبخ وإزاي نحقق الوظيفة المثالية للمطبخ. فيلا بينا نبدأ حلقتنا. ازيك يا منى، أخبارك؟ هاي أحمد، إزيك؟ أنا تمام الحمد لله. بصي، خلينا أبدأ معاكي على طول في تصميم المطبخ وهو موضوع حلقة النهاردة. دلوقتي لو في كلاينت جاي وعاوز يعمل ديزاين للمطبخ بتاعه، ايه هي الستبس اللي المفروض ياخدها عشان في الآخر يطلع ديزاين شكله مرضي ومريح بالنسبة له؟ تمام. بص يا أحمد، قبل ما نتكلم عن الستبس الخاصة بتصميم وتنفيذ الكيتشن، حابة أوضح تفصيلة. إحنا بيوتنا مختلفة في مساحتها. يعني لو عندنا فلات، الشقة المكونة من وان ليفل سواء كانت مساحتها صغيرة أو كبيرة، دي غالبا هيكون فيها مطبخ واحد زي الصورة دي. تاني نوع من بيوتنا هو الهاوس أو البيت، وده بيكون زي الفري ستاند ألون فيلا أو تاون هاوس. وفي الحالة دي البيت بيكون مكون من كذا دور، يعني ممكن يكون في بيزمنت فلور وجراوند فلور وفيرست فلور والروف. وفي الحالة دي وجود مطبخ واحد غير كافي لتلبية احتياجات أصحاب البيت. وفي الكيس دي هيكون عندنا مين كيتشن، يعني مطبخ رئيسي، وده غالبا هيكون في الجراوند فلور. وكمان هيكون في عندنا كيتشنت في الدور المتكرر، وهنوضح الفرق ما بينهم أكيد. فعلا زي ما منى قالت كده يا جماعة، مساحات البيوت بتاعتنا هي اللي هتحدد هيبقى عندنا كام مطبخ موجود عندنا في البيت بتاعنا، سواء مطبخ كبير، مطبخ صغير، مطبخين كبار. على حسب المساحة بتاعة البيت بتاعتنا ده اللي هيحدد هيبقى عندنا كام مطبخ بالظبط. ده هياخدنا للستبس بقى الفعلية اللي المفروض ناخدها عشان نبدأ في عملية الديزاين الخاصة بالمطبخ. اتفضل يا منى. تمام يا أحمد، زي ما قلت، لو الكلاينت عاوز ينفذ الكيتشن ففي ستيبس متتالية مرتبطة ببعضها لازم نحضر لها. أول ستيب، لازم أعرف الكلاينت بيفكر أو بتفكر في إيه، من حيث الألوان اللي بيحبوها، الماتيريال بتاعة المطبخ إيه، شكل التكتشر اللي عاوزينه. كمان لو الكلاينت حابب المطبخ بتاعه يكون كلوزد ولا عاوزه اوبن كيتشن، وده هيتبني عليه فكرة الديزاين. كمان بالنسبة للأجهزة اللي هيشتروها أو إن كانت موجودة فعلا، ونوعها إيه، يعني بيلت إن أجهزة ولا عادية، ومقاساتها، ودي مهمة جدا. وكمان لازم يكون معروف عندنا كل الديتيلز دي قبل مرحلة الديزاين. كمان بالنسبة للبادجت اللي الكلاينت محددها، ودي نقطة مهمة عشان لو عندنا بادجت صغيرة لازم هنفكر في حلول تكون بديلة. يعني مثلا ما نستخدمش اكسسوارز كتيرة علشان ما تعليش التكلفة. تاني ستيب هي تحديد اللوكيشن بتاع المطبخ، يعني موضع المطبخ بالنسبة للزونز المحيطة بيه في البيت. يعني في مطبخ يفضل يكون أقرب ما يمكن لمدخل البيت، وكمان قريب للدايننج زون والليفينج زون، وده شكل الزونينج اللي بيوضح الفكرة دي. ومن هنا هنرفع مقاسات المطبخ اللي على أساسها هنبدأ عملية الديزاين. تالت ستيب هي تحقيق مفهوم مثلث الحركة. ده مصطلح هندسي بينحدد من خلاله وضع كل نوع من الأجهزة على كل ضلع من أضلاع المطبخ. بعض الأجهزة عندنا مثلا زي البوتاجاز، ده بنسميه منطقة الهوت زون، يعني خاصة بالكوكينج اريا الطبخ، وهي لازم تكون في ضلع لوحدها. كمان عندنا الحوض والديش ووشر والواشنج ماشين، ودي منطقة الويت زون، لازم تكون في ضلع لوحدها علشان في مرحلة تأسيس السباكة تكون التغذية والصرف قريبين من بعض. وعشان لو البيت كبير هيكون فيه غرفة خاصة بالواشنج ماشين وهي اللاندري روم. عندنا كمان التلاجة، يفضل يكون وضعها أقرب ما يمكن لمدخل المطبخ. رابع ستيب هي بداية عملية الديزاين، يعني بعد ما اكتملت كل الداتا عندنا واخدنا موافقة الكلاينت، هيكون دي بداية مرحلة التأسيس في السايت من حيث السباكة والكهرباء. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة الأولى من سلسلة الحلقات اللي هتكون موجودة عن المطابخ مع المهندسة منى. أتمنى الحلقة كانت مفيدة بالنسبة لكم، واستنونا إن شاء الله في الحلقات الجاية. وقبل ما أقفل معاكم حابب أفكركم، لو الحلقة عجبتكم فاللايك والشير وسبسكرايب
ايا كان المنصه اللي انت بتتابعنا عليها. وبرضه هسيب لكم لينك البيج المهندسه منى عشان تتابعوها على الانستجرام. نشوفكم على خير. سلام عليكم.